السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم تحضيرات لشهر رمضان الكريم اللي راح تنقص عليكم الوقفه في الكوزينه. الى عجبكم هاد التحضيرات ما تنساوش تخليو لي جيم، وإلا كنتي حبيبتي اول مره تشوفي القناه نقول لك ما تترديش باش تشتركي وتفعلي زر الجرس باش يوصلك كل ما هو جديد. نروحوا للتحضيرات على بركه الله. بسم الله. اول حاجه بديت بها حبيبتي وهي لي طاردولات المالحين. هنايا احتاجيت 2 كيسان تاع الفرينه، خديت العبار بهاد الكاس وليد، وراح نحتاجو 125 غرام من الزبدة، وكذلك راح نضيف عليهم غرفة صغيرة تاع الملح، ونبسو هذاك الخليط ديالنا مليح مليح حتى هذيك الزبدة تدخلنا كامل في الخليط تولي لنا الفرينة مبسة وهذيك الزبدة كاع دخلت فيها. راح نضيف عليهم نص مغرفة تاع خمارة الكيميائية او خمارة الحلويات، نص مغرفة فقط. وراح نضيف عليهم حبة تاع البيض. هنا حبيباتي الحبة تاع البيض تكون بحرارة الغرفة، يعني تكونوا خرجتوها من فريجيدان مدة، يعني ماشي هذاك فين وين خرجتوها من فريجيدان وتمشيو تخدموا بها. وهنايا الماء راح نضيفوا عليها 4 مغارف كبار تاع الماء، وما تضيفوش عليها ضربه واحده، يعني بقاو تضيفوا غير بشويه وطموا العجينه ديالكم. وهنايا العجينه ديالكم حبيباتي ما تعجنوهاش، غير لموها بالاصابع ديالكم حتى هذيك العجينه كاع تلتم لكم وتنطم لكم. وهنا يا حبيباتي العجينه ديالنا راها انطمت، كيما راكم تشوفوا طميتها غير بالاصابع تاع ايدي. العجينه تاع هاد لي طارطولات المالحين تجي كيما عجينه الصابلي. هنايا نجيبوا انا ساشي ونديروا فيها هذيك العجينه ديالنا ونديروها في الكونجيلاتور 15 دقيقه، وإلا درتوها في الفريجيدان ديروها نص ساعه ترتاح. هنا يا حبيباتي بعد ما ترتاح نجيب ورق الزبده ونفتحوا عليه هذيك العجينه. هنا العجينه الا بقات تعذبك ديري ورق الزبده من تحت وديري عليه ورقه الزبده من الفوق، وبقى تحلي هذيك العجينه ديالك. السمك انتينا على حسب لي طارطولات شحال تحبيهم، الا حبيتيهم رقاق ديري السمك رقيق، حبيتيهم شويه خشان ديري السمك خشين. انا نحبهم موايان، يعني ما خشان ما رقاق. كما راكم تشوفوا انا في الاول درت هذه الطريقه، يعني رشمت بهذاك المول تاع الحديد بهذوك ليمون، وبقيت نمشي هذيك العجينه. مي ما ساعدتنيش الطريقه درتها بالطريقه الاخرى، دوك نشاركها معكم. وهنايا بعد ما شاركت معكم هذه الطريقه الاولى انا نشارك معكم الطريقه الثانيه، وهي هنايا جبت الخدمي وقطعت العجينه ديالي على شكل مستطيلات وحليتها هكا في المول ديالي. جاتني الطريقه جد سهله، ننصحكم حبيباتي بهذه الطريقه. خير من اللي ديروا ليمون فوق العجينه وتقطعوا بهم تجي العجينه ناقصه. وهذيك الاطراف اللي بقاو لكم تطموهم وتحلوهم وديروهم في ليمون. كذلك هذه الطريقه جد سهله حبيباتي. هنايا بعد ما وجدت كامل الليمون ديالي فت عليهم هنايا بالقرطي زراميط وفقرتهم كامل، تقدروا تفقروهم حتى بالفرشيطه. وبعدها دخلتهم للكونجيلاتور يرتاحوا مده ساعه كامله. وهنايا كنت وجدت الفرن على درجه الحراره 180 درجه ودخلتهم يطيبوا. بعد ما دخلتهم للفرن غير مده 5 دقائق خرجتهم وطلعت لهم الاطراف تاع العجينه، لان العجينه راح تهبط لكم شويه. غير خرجوهم بعد 5 دقائق، خرجوهم من الفرن وطلعوا لهم العجينه راح تقعد لكم طالعه العجينه، وما تخافوش منهم يتكسروا لكم ولا يصرى لهم كاش حاجه. انا حبيباتي اذا كنتوا حابين ديروا لهم كريمه من بعد عاود طيبوهم، ما تحمروش هذوك لي طارطولات ديالكم. واذا كنتوا حابين ديروا كريمه يعني ما طيبش ديروا لي طارطولات ديالكم حمر. وهنايا لي طارطولات ديالنا راهم واجدين. درتهم هنايا في لي بواط، بعد ما بردوا درتهم في ان بواط ودخلتهم الكونجيلاتور، ما راح يصرى لهم حتى حاجه وما يتغير الطعم ديالهم ما والو. دوكا نروح نحضر معكم العجينه المورقه. عجينه سهله وبسيطه، ما فيهاش بزاف تاع الطوي وبزاف تاع العذاب، يعني طريقه جد سهله. جربوها حبيباتي بهذه الطريقه، العجينه ديالكم راح تجي ناجحه. الوصفات كاع اللي راح تستعملوهم بهذه العجينه راح يكونوا ناجحين بالبزاف. اول حاجه حبيباتي استعملتها درتها هي هنايا جبت كيلو تاع الفرينه،
هاد الكيلو تاع الفرينه ديالك لازم حبيبتي تصيريه او تغربليه باش يدخل في وسطه الهواء. حتى لو كان يكون عندك مغربل غير 10 دقائق قبل غربلتيه وحطيتيه، لا حتى تجي تعجني العجينه ديالك وغربليه باش الفرينه ديالك يدخل فيها الهواء. راح نديرو كذلك 10 مغارف كبار تاع الزيت، وراح نحتاجو مغرفه كبيره تاع الخل، ونحتاجو مغرفه صغيره تاع الملح، ومغرفه كبيره تاع السكر، ونجيبو مغرفه كبيره تاع هذيك الزبده المورقه، يعني غير قطعه صغيره، ونحلوها هكا بالاصابع تاع ايدنا وندخلوها في هذيك الفرينه. وبعدها هذيك الفرينه كاع نبسوها حتى هذيك الزيت وهذيك الزبده تدخل فيها مليح مليح من الداخل، باش هنايا العجينه ديالنا تكون ناجحه مليون بالمئه. وهنايا نجيبو الماء يكون بارد، ما يكون لا دافي لا حتى حاجه، يكون بارد يعني من الحنفيه، وتعجني هذيك العجينه ديالك حتى تولي العجينه طريه وتولي متماسكه. هنايا نغطيوها ونخليوها ترتاح على جنب. ودوكا حبيبتي راح نخدموا هاد الزبده المورقه. كما تعرفوا عجين المورقه تحتاج لازم الزبده المورقه، يعني هي اللي راح تورقها وتجي هذيك العجينه ديالنا مورقه من الداخل بالبزاف. انا حكمت 500 غرام من الزبده المورقه، وضفت لها مغرفه كبيره تاع مايزينا او النشاء. وكما راكم تشوفوا هنايا الزبده المورقه ديالي كنت مقطعتها قطع صغار، وكنت جبدتها من فريجيدان بساعه قبل ولا نصف ساعه. المهم تكون هذيك الزبده طريه ومقطعه قطع صغار. هنا بعد ما ضفت لها هذيك المغرفه كبيره تاع مايزينا وتاع الفرينه، ودخلتها من الداخل فيها مليح مليح، وجبت هذا ورق الزبده وحليت فيها هذيك الزبده المورقه، وشكلتها كما راكم تشوفوا على شكل مستطيل، باش تساعدني هاد الورقه الموزن، هاد ورقه الزبده تساعدني باش نرفد هذيك الزبده ونحطها في وسط العجينه. وهنا العجينه ديالنا بعد ما ارتاحت نصف ساعه، جبت الفرينه درت لها غير شويه من تحت باش العجينه ما تلصق. هي مستحيل تلصق، مي انا ديما عندي هذيك الخوفه من العجينه، ندير لها شويه تاع الفرينه من تحت. وهنا حليتها بشكل دائري، ودرت لها درت لها الزبده من الداخل، وغطيت عليها بالعجينه، وغلقت لها كامل الاطراف باش هذيك الزبده المورقه ما تخرج لبرا. والشكل راه موضح في الصوره. وهنا يا حبيبتي بعد ما غلقت لها كامل الاطراف، نجيب هذيك العجينه المورقه ديالي ونقلبها، ونجيب الحلال ونبقى نحل هذيك العجينه المورقه غير بشويه. هنا العجينه ديالنا ما تتقطع لنا ما حتى حاجه، تبقى هذيك الزبده تبقى تتمشى من الداخل. هنايا لازم سطح العمل او البوطاجي ديالك فين تخدمي العجينه المورقه ديالك تكوني خويتيه فرغتيه، يعني باش هذيك العجينه ديالك تحليها كما نقولوا على قدر المستطاع. يعني شحال ما حليتيها بزاف، شحال ما العجينه المورقه ديالك جات شابه وجات مرقه بالبزاف. هنايا نجي كي نحلها كامل بسمك رقيق، يعني ماشي رقيق رقيق، يعني موين ان سنتيم. تطويها من الجهه الفوقانيه، وعاود تجي انفصليها تطويها وتجي ماشيه كما راها موضحه في الصوره، حتى يتلاقاو في الوسط، وتعاودي تطويها وتبداي تحليها. هنايا بعد ما تبداي تحليها ما تخليها ترتاح ما حتى حاجه. وهنايا كيما راكم تشوفوا حبيباتي في الصوره غتبقى تحليها غير بشويه، يعني تفوتي هذاك الحلال في الوسط باش هذيك الزبده تبقى تتمشى وما تعذبك. هنايا انا كاع حليتها في الاول بالاصابع تاع يدي، يعني باش تنحلي مليح وتجي متقاده. مي هذه الطريقه سهله، خير مدي نبقاو نطويوها ونديروها في فريجيدان ربع ساعه وعاود تحليها ربع ساعه، والله غير هاد الطريقه سهله بالبزاف وناجحه مليون بالمئه. ان شاء الله تجربوها حبيباتي وتنجح معكم الطريقه. وهنايا كذلك بعد ما حليتها كذلك، هنا ما حليتهاش كاع بالسمك اللي حليته في الاول، اقل بشويه. وجبت درتها بنفس الطريقه، كل قطعه طويتها وانفصل القطعه اللي انفصليها حتى يتلاقاو لنا. هنايا كي تلاقاو لنا هنا القطعه العجينه المورقه ديالنا راها واجده. قسمتها على 2 كما راكم تشوفوا، شوفي شحال جات مرقه من الداخل، جات ما شاء الله.
يعني كي ترى هكا العجينة ديالك مورقة، يعني الوصفة راها ناجحة مليون بالمئة. أنا يا حبيبتي راح نشارك معكم الطريقة كيفاش يعني تخبيوها في الكونجيلاتور وتحتفظوا بها. أنا هنايا كل نصف قطعة زدت حليتها هكا بالحلال وقسمته على 2. هنا شوفوا كي قسمته على 2 مازاله مورق كما راكم تشوفوا. كل واحد راح نديره وحده. وهنا علاش رققته انا، علاش قسمته على 2؟ يعني الا كانوا جاوني ضياف راح نجبد 2 قطع. كنت غير وحدي في الدار راح نجبد غير قطعه، وهكا ما راحش نضيع العجين يبقى لي على باطل وماشي مليح الضياعه. انا جبت الجلد الغذائي وغلفت كاع هذيك العجينه ديالي باش ما يدخلهاش الهواء وما يدخلهاش الريحه تاع الكونجيلاتور. وكما راكم تشوفوا هنايا كي حليتها رقيقه، يعني كنت نهار دي نجبدها باش نخدم بها ما راحش ناخذ وقت بزاف باش ديكونجلالي ونحلها بالحلال. يعني ما با نص ساعه ساعه تكون هذيك العجينه يعني انطلقت لي ونقد نحل فيها فاسيلمون. انا جبت ساشيات وحشيتها في وسط لي ساشي، وعاود درت ساشيه كبيره ودخلت فيها كاع هذوك لي ساشي، وهكا نضمن باللي العجينه ما تتلاصقليش مع بعضياتهم. وهكذا حبيبتي العجينه المورقه ديالنا تكون واجده، وبالصحه والراحه جربوها حبيبتي، والله غير وصفه ناجحه مليون بالمئه. ودوكا حبيباتي وصلت لنهاية تاع الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم ما تنسونيش بالجيم والتعليق الزوينه ديالكم، ونضرب لكم موعد عن قريب ان شاء الله. مع السلامه.